بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. بما ان هو الليمون الوقت موجود في السوق بكثرة، موجود كتير وبسعر رخيص. ان شاء الله النهارده انا هعمل معاكم الليمون المعصفر. احنا عملناه قبل كده في فيديو قبل كده، بس ده ان شاء الله فيديو جديد. جبت الليمون بتاعي كده وغسلته، نقعته كده في ميه زي ما انتم شايفين، لان احنا جايبينه من على الشجر. فغسلته كده وبعد كده شيلته بقى ببولة نظيفة بعد ما غسلته. وفي الوقت ده هكون حاطة مية بتغلي على النار علشان اديله نص سلقة. طبعا انا نقطت الليمون الاخضر لوحده والاصفر لوحده. انا هعصفر الليمون الاصفر واسيب الاخضر احطه في التلاجة. هجيب بقى السكينة بتاعتي وهعمل له ايه، فتحات بسيطة كده في الليمونة. هاجي اول كده ببوز الليمونه كده من فوق، واقوم عامله شقها 4 شقات كده، شقه بسيطه بس. على ما الميه كانت غلت هضيف بقى فيها الليمون بتاعي، ياخد غلوه واحده فقط لغير، يعني مسافه ما الميه تغلي بيه ويقلب، الميه تغلي كده ويقلب بيه، اقوم طافيه عليه على طول وشايله الليمون بتاعي لغايه ما الليمون بتاعي بس يفتح زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هشيل بقى الليمون بتاعي اصفيه. ومية السلق دي طبعا احنا غاسلين الليمون بتاعنا كويس، فمية السلق دي هنستخدمها في التخليل. وبعد كده هيكون معايا بولة فيها زعفران وحبة البركة، وابتدي احشي الليمون بتاعي اللي انا طبعا مفتحاه وارصه في البطرمانات بتاعتي. بصراحة بيبقى حلو قوي، ما بياخدش معاكي وقت بقى في السوي، بياخد وقت بسيط عشان الغلوة دي بتفتحه كده وبتسويه نص سوي، فبياخد معاكي ما بياخدش وقت في السوي، وتقدري تطلعيه بعد شهر ولا 2 من التخليل بتاعه. وبرضو بيفضل معاكي مقرمش زي ما هو، مستوي في الحدق وبس مقرمش زي ما هو، وطعمه حلو. معايا هنا بقى مية السلق، ضفت فيها ملح وخل ودوبته كويس. دي المية زي ما انتوا شايفين كده اللي انا سلقت فيها الليمون. ضفت فيها 4 معالق من الملح وربع كوباية من الخل، وكمان معلقتين من هريسة الشطة. لو عندك جزر تقدري تبشريه وتحطي معاها. تقدري تحطي برضو شطة من اللي هي الصحيحة بين الليمون وبعضه. وبعد كده هتضيفي بقى المية اللي احنا عملناها دي، محلول التخليل ده، لليمون بتاعك. وبعد كده هجيب ليمونة من الخضرة او صفرة، برضو اي ليمونة عندك بقى سليمة ما نكونش عملناها. وبعد كده نغطي بيهم وش البرطمانات بتاعتك علشان تقفلي عليهم بقى وتحطيهم في درج المطبخ او ضلفة المطبخ، وتحطي شوية كده من الزيت على الوش عشان الزيت ده طبعا بيمنع اي عفونة او اي حاجة تخش فيه. وبعدين نغطيه بستريتش وبعد كده نقفله كويس. هنسيبه عندك بقى في ضلفة المطبخ لمدة شهر. قبل ما تفتحي عليه، ما تفتحيش عليه قبل شهر 2، ويفضل عندك لآخر السنة. يطلع عندك الليمون المعصفر المخلل ده ومنتهى السهولة، وطبعا هو رخيص في الأسواق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد.